أنا استخرت على الموضوع وربك يعني حسب الاستخارة قال لي جو أهيد اطلع وأذن في الناس يأتونك من كل فج عميق. اطلع وأذن خبرهم بدل ما هني نايمين. بال 2017 سوينا فيديو وقلنا المسيح الدجال قادم وهذه عملته اللي بيتكوين تظهر. واليوم إيلون ماسك أكبر داعمين عملة البيتكوين يقول بأن ربكم سوف يظهر من منفس في مصر. إيش قاعد يخربط هذا؟ إيش قاعد يخربط إيلون ماسك؟ لكن أنتو في أحد الأصدقاء بقول له كل ما أحكي له شغلة حديث بحديث نبوي يقول لي خرابيط خرابيط خرابيط. أجي أقول له إلهكم سوف يظهر من مصر في منفس. قال إيلون ماسك بضله ساكت. ما بيسترجي يقول خرابيط. هذا إيلون ماسك يا أخي، إيلون ماسك فهمان، سوى مليارات، أكيد فهمان الرجال. أما أحاديث نبوية مكتوبة من آلاف السنين تتحقق اليوم بيجي بيحكي لك أنا انسى خرابيط. هذه خرابيط شنو يعني خرابيط؟ على العموم الله يهديهم ويهدينا والله يفرجيهم طريق الصواب ويفرجينا. لكن اللي بحب أحكيه إنه الأمور متجهة نحو خسف حرستا. حرستا هي منطقة في ريف دمشق، وسوف يحصل هناك خسف حسب النبوءات النبوية. إذا اختلف الرمحان في الشام فإنها لا تنجلي. لا مش هيك. إذا اختلف الرمحان في الشام إذا اختلف الرمحان في الشام نعم، إذا اختلف الرمحان في الشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال الرشفة. رشفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. طبعا هذا حديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. قال أمير المؤمنين علي يعني هذا حديث عن سيدنا علي. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام. مين هدول؟ معروف مين أصحاب الرايات الصفر، معروف حزب الله. وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. فإذا كان ذلك فانتظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا. فإذا كان ذلك خرج ابن أكلة الأكباد من الوادي اليابس مقصود فيه السفياني حتى يستوي على منبر دمشق. فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي عليه السلام، يعني بداية الأحداث العظام. هلأ الزلزال صار والحديث هذا صحيح ومكتوب على الإنترنت من 2003 2006، يعني في طبعات منه. فما في مجال للتكذيب نقول إنه هذا تم يعني صياغته بهدف إنه يعني بعد ما صارت الأحداث صاغوه. لا، هذا صار قبل الأحداث، فصعب إنه يكون كذب. هلأ الصاير على أرض الواقع إنه سوريا الإيرانيين جايين يقاتلوا فيها ومأخذين دعم من الروس. وإسرائيل بتحكي إحنا معركتنا مع حزب الله ما بتنتهي إلا بسقوط دمشق. فإسرائيل رايحة نحو هذا الاتجاه. هلأ سفر أشعياء رقم 17 شو بيحكي؟ بيحكي عن حرب ما بين دمشق وإسرائيل، وفيها تفنى دمشق يعني شبه للأبد، يعني خلاص بتبطل صالحة للعيش. لكن بالمقابل بنفس اليوم اللي بتفنى فيه دمشق إسرائيل تفنى عن بكرة أبيها، واليهود بصيروا يحكوا ربنا شو سويت فينا، يعني إنه كنا بيطلعوا على الله يا الله شو سويت فينا إحنا أبنائك وأحبائك وأنت. فبرد عليهم من سفر أشعياء هذا ما فعلته أيديكم وأصابعكم يا مجرمين، مكتوبة
هذا بسبب إجرامكم وقتلكم الناس البريئين، مقصود فيها أهل غزة. تحبوا تشوفوا الحديث ولا خلص؟ ابحثوا سفر أشعياء 17. المهم الحرب هاي رح تهوج البشرية كلها، رح تهوج، مما يدل أن حرب نووية وفناء. على ما يبدو هاي هي ضربة الشرق والغرب ويتبعها طبعا جزيرة العرب. السفر ما حكى عن ضربة جزيرة العرب، لكن بيحكي عن فناء دمشق وما حولها وفناء إسرائيل. المشكلة بالبشر إنه بيشوفوا الأحاديث بتتحقق أمامهم وبصدقوهاش، وما بدهم يصدقوها ولا رافضين يصدقوها، لأنه إذا صدقوها راح يصدقوا في الخسف اللي راح يصير بالجزيرة العربية، وهذا مدمر بالنسبة لهم. إشي غير مقبول، إشي غير مقبول بالمرة. ف الله يعين. والله أنا زهقت قد ما حكيت.